مع نزول حدث التوتس وعودة نظام الشارد من جديد، في بعض الناس اتضايقت لان قالت ان النظام الحدث ده معقد جدا ومش هيعرفوا يكسبوا منه اللعيبه اللي هم عايزينها. فانا جاي النهارده اقسم بالله العظيم هخليك تكسب اكتر من 250 الف جوهره، ومش بس كده ده عليهم اكتر من 13 الف نقطه طريقه تصنيف، وكمان مش بس كده ده انا هخليك تدمج ما بين الاربع للسبع لعيبه من 118 لاوفر 120، وكل الهدايا دي هدايا مجانيه من اللعبه، وهشرح لك الحدث واخليك تكسب منه كل الهدايا اللي قدامك دي بالتفصيل. ولو تشكيلتك بقى 120 122 مش هيخلص الحدث ده غير وهي على الاقل خالص باذن الله تعالى 125. ولكن اتفرج على الفيديو ده للاخر واتبع الخطوات خطوه خطوه علشان تكسب كل الحاجات اللي قلت لك عليها. فالفيديو ده مهم جدا ومليان حسابات، فاتمنى منك ان انت تقدرني باللايك والاشتراك بتاعك يا معلم، وانزل اكتب لي كلمه حلوه كده تحت في الكومنتات، ويلا بينا على الفيديو. اولا كده يا معلم، لو انت متابع قديم في القناه فانت عارف فكره الفيديو ده بعدلك على الثلاث حاجات الرئيسيه اللي انا ذكرتهم من شويه، اللي هم الجواهر ونقط طريقه التصنيف وكمان اللعيبه الماكس اللي تقدر تكسبها، واللي بحاله النهارده اللي هي الشارد. يعني انت هتكسب كام جوهره وهتكسب كام نقطه طريقه تصنيف وكمان هتكسب كام نقطه شارد، وبالنقط الشارد دي هتقدر تكسب كام لاعب اوفر 119 وكمان اوفر 120. ونبدا كالعاده باول حاجه معانا وهي الجواهر. نبدا مع الجواهر ونقول بسم الله. مبدئيا كده اول حاجه عايز اوريها لك وهي ان مده الحدث 42 يوم، يعني بالظبط 6 اسابيع. فاحنا هنعد الجواهر اللي هتقدر تاخدها على مده الحدث اللي هي 6 اسابيع. اولا كده عندك الدوري انت عندك 10000 جوهره مضمونه كل اسبوع، وكالعاده زي ما بقول لك لو انت في دوري ما بيدكش جواهر حاول تخرج منه وتدخل في دوري بيديك على الاقل خالص ما بين 9 ل 10000 جوهره. على سبيل المثال انا مثلا الدوري بتاعي اسمه اف سي اوزبكستان، فانت احفظ اسم الدوري بتاعك. الدوري بتاعي بالظبط اللي هو الثالث ده بياخد 9800 جوهره، يعني تقريبا 10000 جوهره كل اسبوع. لو انت في دوري ما بيدكش على الاقل خالص 10 او 9000 جوهره اخرج منه وادخل دوري قوي. فكده نبدا نعد 10000 جوهره معايا كل اسبوع. طبعا مده الحدث 6 اسابيع، فانا هستلم ال 10000 جوهره دي 6 مرات، يعني هستلم على مدار الحدث 60000 جوهره. ده غير اصلا ان احنا في المكافئات هنا عندنا كمان جواهر في المسار ده، فيعتبر تقريبا حوالي 5000 جوهره. فانت كده عندك 65000 جوهره. 65000 جوهره. ولو دخلت على نمط التحدي هنا هتلاقي ان انت عندك تحدي اسمه التحدي الامثل، ده بينزل مره واحده في الاسبوع وبيكون فيه 5000 جوهره. فكده هينزل معانا كل اسبوع مره، يعني انت عندك هينزل معانا 6 مرات، علشان زي ما قلنا مده الحدث 6 اسابيع، فينزل معانا 6 مرات، يعني نضرب 5 في 6 هيطلع لنا 30000 جوهره على 65000 جوهره اللي كانوا معانا، يبقى كده لغايه دلوقتي معانا 95000 جوهره. ده غير اصلا انت عندك نمط التحدي اللي جنبه اللي بيكون فيه 500 جوهره كل يوم، فهنضرب 500 في 42 اللي هي مده ايام الحدث مدته 42 يوم، فنضرب 500 في 42 هيطلع لنا 21000 جوهره. يعني بالظبط كده احنا معانا دلوقتي 95 105 115 معانا دلوقتي 116000 جوهره. وندخل على احسن وافضل نمط موجود في اللعبه الديفيجن اللي مليان جواهر. اولا كده اول ما تدخل على الديفيجن وتدخل على المكافآت اللي هنا، اول ما تدوس استرداد الكل هتبدا بقى تستلم كل الجوائز اللي موجوده قبل اسطوري 5 لو انت تاهلت السيزون اللي فات لنمط البطل فيفا. فزي ما عندك كده انا استلمت كل الجوائز اللي موجوده، كل الجوائز دي استلمتها اول ما دوست استرداد الكل، وبالظبط هم 7000 جوهره. فانت عندك 7000 جوهره في الهجوم التنافسي، وكمان هتعمل نفس الموضوع ده في الوجه لوجه، ونفس الموضوع ده هتعمله في نمط المدير الفني. فانت تستلم من كل واحد فيهم 7000 جوهره، يعني انت هنضرب 7000 جوهره في 3 انماط هيطلع لنا 21000 جوهره. مش بس كده، اصلا انت عندك حاجه اسمها المكافآت الاسبوعيه. انت التصنيف ده كل اسبوع كل اخر اسبوع بتستلم جواهر، فانت هتستلم طبعا جواهر كل يوم الخميس من كل نمط، فتقريبا بتقدر تستلم حوالي 7500 جوهره. هنضرب ال 7500 جوهره في 6 اسابيع لان انت تستلمهم 6 مرات، هيطلع لنا 7500 في 6 هيطلع لنا 45000 جوهره. وما خلصناش جواهر الديفيجن، ده لسه مليان جواهر تاني. انت اصلا عندك في الديفيجن انت استلمنا الجواهر اللي احنا خلاص اللي لعبتها قبل كده، اول ما دوست استرداد الكل خدت كل الجوائز دي. هل انت طاف؟ لا، انت كده هتلعب وهتتاهل تاني عشان تاخد جوائز السيزون الجاي. فانت اول ما تتاهل لبطل اف سي اصلا هتاخد 10000 جوهره، وكمان لو اتاهلت لبطل اف سي 10 نجوم هتاخد 10000 جوهره تانيه. فتعلم ان انت اغلب الناس بتتاهل لاول 10
10 نجوم الصراحه مش ما اتوقعش ان في ناس هتكمل وتوصل لل 20 وال 30 وال 50 نجمه والحاجات دي. فاحنا نقول مثلا ان كل الناس هتتاهل لل 10 نجوم، يعني انت تاخد 10 من بطل اف سي و10 من بطل اف سي 10 نجوم، يعني هتاخد 20000 جوهره، 20000 جوهره من الهجوم التنافسي، و20000 جوهره من وجه لوجه، و20000 جوهره من نمط المدير الفني. فانت كده عندك 60000 جوهره زياده. فبالظبط كده مجموع الجواهر بتاعنا 237000 جوهره. ده غير تصريح النجم، ده غير اصلا المهام اليوميه اللي انت تقدر تقريبا تطلع منها بحوالي 500 600 جوهره كل يوم. فانت اصلا يا معلم كده انت حرفيا هتطلع من الحدث ده بحوالي 300000 جوهره. ولكن انا هخليك في المضمون، يعني تستلم حوالي 250000 جوهره. ولو لعبت المهام زي ما بقول لك المهام تقريبا فيها 45000 جوهره، يعني كده انت معاك 300000 جوهره. وندخل على الشيء اللي بعد كده واللي هي نقاط ترقيه التصنيف. فانا هعدي لك على حته كالعاده واقول لك انت تاخد منها كام نقطه. اولا كده تصريح النجم. تصريح النجم انت يا معلم هتقدر تسترد 200 نقطه ترقيه تصنيف، وكمان قسم الدوري هتقدر تسترد منه 200 نقطه، اللي تقريبا المكافاه رقم 40 على ما اظن. تعال نشوفها مع بعض. فعلا المكافأة رقم 40 هتستلم كمان 200 نقطة، فانت لغاية دلوقتي معاك 400 نقطة. وفي المهام هنا بتاعة الحدث في 300 نقطة، 100 نقطة هنا أول ما تخلص المهام كلها، و200 نقطة هنا أول ما تسجل الدخول لمدة 10 أيام. فانت كده لغاية دلوقتي عندك 300 نقطة من المهام، 200 نقطة من الدوري فكده 500، و200 من تصريح النجم، فانت كده عندك 700 نقطة. وفي المقايضات من أكتر الأماكن اللي فيها نقاط طريقة تصنيف في اللعبة، إن أنت عندك 200 نقطة كل أسبوع، وال200 دي هنضربها في 6 لأن أنت 6 أسابيع، 200 في 6 هيطلع لنا 1200 نقطة. فاحنا كده لغاية دلوقتي معانا 1900 نقطة. وهندخل على الحاجة اللي بعد كده واللي هي نمط التحدي اللي برضو موجود في نقاط طريقة تصنيف. فين؟ هقول لك في كاس نهاية الأسبوع اللي بيفتح معانا يوم السبت، بينزل معانا كل يوم سبت في الأسبوع، بيكون فيه 500 نقطة. هنضرب ال 500 في 6 أسابيع هيطلع لنا 3000 نقطة زيادة. فاحنا كده لغاية دلوقتي معانا 4900 نقطة. وما خلصناش نمط التحدي لأن لسه عندنا التحدي اليومي اللي بيكون فيه 50 نقطة. فالتحدي اليومي ده على مدار الحدث هينزل 42 مرة اللي هم 42 يوم. فكده هنضرب 50 في 42 هيطلع لنا 2100 نقطة. هندخل بقى على الحاجة اللي بعده واللي هي معسكر الاستكشاف. معسكر الاستكشاف انت بتستلم تذكرتين كل اسبوع. التذكرة بيبقى فيها 200 نقطة. انت شايف بتلعب 4 ماتشات بتقدر تسترد 200 نقطة، وانت عندك تذكرتين يعني انت كل اسبوع بتسترد 400 نقطة. فهنضرب 400 في 6 اسابيع هيطلع لنا 2400 نقطة طريقة تصنيف من معسكر الاستكشاف. وندخل على القسم المفضل كالعادة الديفيجن رايفلز اللي برضو مليان نقط. اولا كده طبعا انت اصلا عندك هنا لما بتسترد لما بتدوس استرداد الكل مش بتاخد جوائز بس، انت برضو بتاخد معاهم جوائز تانية. من ضمن الجوائز التانية دي اللي هي برضو نقاط ترقية التصنيف، وبتقدر بالظبط تسترد 600 نقطة. فانت عندك 600 في الوجه لوجه، و600 في نمط المدير الفني، و600 في الهجوم التنافسي. فاحنا هنضرب 600 في 3 هيطلع لنا 1800 نقطة. ومش بس كده، ده انت اصلا اول برضو ما بتلعب، يعني شايف احنا كلنا دلوقتي في اسطوري 5، اول ما بتلعب بتسترد 100 200 300 400 500 تسترد 600 نقطة. فانت كده عندك 1800 نقطة تانية. فانت كده المجموع الكل لغاية دلوقتي بالظبط حوالي 13000 نقطة. ده غير النقاط اللي في التوتس اللي تقريبا حوالي 2500 نقطة. فاحنا تقريبا كسرين ال 15000 نقطة. وندخل على الحاجة الأخيرة والأهم معانا. انت اصلا بتجيب نقاط طريقة التصنيف عشان تطور اللعيبة. طب اللعيبة دي هتجيبها ازاي؟ او عشان تضمن اللعيبة. اولا كده انت ضامن 2 لعيبة من جوه الحدث، مش 118 و 119، ولكن في 2 لعيبة قوية انا حبيت الصراحة اقول لك عليهم من جوه الحدث. في القسم الرئيسي انت عندك هنا اول ما تختم المسار ده هتاخد هنا في اخر واحدة شارة باكج فوق ال 116. فانت اول ما تستخدمها هيطلع لك باكج من 116 ل 119، هتبقى ضامن 100% لاعب 116، وممكن يطلع لك يعني 117، وممكن حظك يضرب يطلع لك 119، ولكن انت ضامن على الاقل خالص لاعب اوفر 116. ده غير اصلا انت اول ما تخلص المسار ده هتقدر تسترد لاعب اوفر 117 اللعبه هتكشف عنه بعدين. فانت كده ضامن 2 لعيبه قويين او لاعب قوي وباكج قوي جدا. وكمان اصلا عندك باكج فوق ال 115، ده
ده باكج برده كويس. فانت عندك هنا شويه باكجات حلوه. طيب بالنسبه للعيبه كلها اللي قدامك دي هتقدر تستردها ازاي؟ اولا كده احنا بالحسبه البسيطه اللي عملناها من شويه قدرنا تقريبا نوصل ان انت تقدر تسترد حوالي 250 الف جوهره، غير ان طبعا حسبه تانية اتعملت ان انت بالظبط تقدر تسترد من اللعبه حوالي 40 تذكره من داخل حدث التوتس. مش عايز الصراحه اضيع وقتك، ولكن من المهام وتصريح النجم والحاجات دي كلها هتسترد تقريبا حوالي 40 تذكره. يعني انت تقريبا بال 250 الف جوهره واللي تقدر توصلها من 300 الف جوهره لو لعبت المهام، وكلنا تقريبا بنلعب المهام، فيعتبر انت معاك 300 الف جوهره و40 تذكره. يعني انت هتقدر تختم الشريط ده 3 مرات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ضامن 3 لعيبه ما بين 118 و119 مضمونين 100%. وعادي جدا ممكن يطلع لك برونو فرنانديز او اي لاعب عامه ينزل اوفر 120 ممكن تضمنه. ليه؟ لان انت بالحاجات اللي هتستردها من اللعبه هتقدر تختم الشريط ده 3 مرات. و3 مرات ده على الاقل خالص، لان احنا قلنا 300 الف جوهره و40 تذكره، يعني تقريبا الحاجات دي عامله حوالي 400 الف تذكره. فانت اصلا ممكن مثلا تختم البتاع من الفتحه ال50، ممكن تختمه من الفتحه ال40، ممكن تختمه من اول تذكره اصلا. فانت فاهم؟ بس احنا عشان نضمن 100% انت هتختمه تقريبا 3 مرات، ولو حظك احسن شويه تختمه 5 مرات. وطبعا لو ختمته 5 مرات فانت كده هتاخد 5 لعيبه من اللعيبه اللي قدامك دي، برونو بقى، جورج بيست، ديكلان او حتى اي لاعب من اللي هينزلوا في الاسابيع الجايه. يعني تعال ناخد بالوسط، هم ما بين ال3 ل5 لعيبه، يعني خيركم اوسطكم. فتعال نقول ان انت هتقدر تكسب 4 لعيبه. ولو مش مصدقني ادخل على الفيسبوك او انستجرام، هتلاقي اغلب الناس اصلا منزله صور للعيبه اللي هم كسبوها، اللي كسب برونو واللي كسب بيست واللي كسب هالاند واللي كسب الناس دي كلها. او هتلاقي يعني ممكن انت نفسك تكون كسبت اصلا حد فيهم من اول فتحه، من اول 5، من اول 10 فتحات. يعني لو كسبت فالف مبروك وكمل وهتفتح وهتكسب لعيبه تانية. ولو ما كسبتش عادي جدا، من الجواهر والحاجات اللي انا قلت لك هتقدر تجمعهم عادي جدا هتقدر تكسب. وزي ما بقول لك انت ضامن على الاقل خالص ما بين ال3 ل5 لعيبه، وخيركم اوسطكم بنسبه كبيره هتقدر تحصل 4 لعيبه ما بين 118 و120 من الباكجات فقط. طب انت دلوقتي فتحت حوالي 300 باكج وكسبت 3 او 4 لعيبه 118 و119 وحلوين، بقيت اللعيبه هتعمل بيها ايه؟ طبعا هتطلعها على قسم التعاقدات. قسم التعاقدات عندك مليان لعيبه تقدر تحصلها بالشرط. احنا مالناش دعوه بدول كلهم، احنا لينا دعوه باول صفين دول، اللعيبه ال 118 وال 119 وال 120. باذن الله تعالى من اللعيبه اللي انت هتكسبها وانت مش عايزها تقدر تبدلها بالنقاط وتقدر تسترد اللعيبه دي. هتقول لي بس احنا مش هنسترد نقاط كتير عشان نقدر ناخد بيست وهالاند وبرونو والناس دي. اقول لك يا معلم، النهارده الجمعه، شايف انا معايا 11000 نقطه من يوم الخميس والجمعه، بس اول يومين في الحدث مجمع 11000 نقطه، وانا اصلا لسه ما جبتش جوهر عشان افتح باكات. فتخيل كده، السلام عليكم يا حدث، انا مجمع 11000 نقطه. فتخيل مثلا بنسبه كبيره هخلص الاسبوع ده على 15000 نقطه، والحدث مدته 6 اسابيع. يعني لو ضربنا 15 في 6 اسابيع فانت تقريبا هتقدر تطلع لك من الحدث ده بحوالي 60 او 70 الف نقطه شارد. فتعال نقول ان انت هتطلع من الحدث ده ب 60 الف نقطه. فنقسم ال 60 الف نقطه دي. اولا كده ال 60 الف نقطه، تعال نقول ان انت هتشتري لاعب 119 ايا يكن مين بقى، مثلا تعال نقول ديكلان رايس كده ب 20000 نقطه. تعال نقول ان انت تشتري 2 لعيبه 118، تعال نقول مثلا جابرييل وسيمينيو، الاثنين على بعض عاملين حوالي 22000 نقطه. سيمينيو ورايس الاثنين كده، سيمينيو وجابرييل ورايس الثلاثه كده على بعض عاملين 40000 نقطه. وممكن مثلا تشتري لك هالاند كمان، فانت كده خلاص خلصت نقطك. لان قلنا تقريبا هتقدر تكسب يعني ان الحدث ما بين ال 50 لل 60000 نقطه. فانت تقدر كمان تضمن لك 4 لعيبه من قسم التعاقد مع النجوم. ده غير اصلا ال4 لعيبه اللي احنا قلنا ان انت بنسبه كبيره تكسبهم الباكات. فانت ضامن على الاقل خالص 8 لعيبه من 118 لاوفر 120 من الحدث. تخيل القوه يا معلم، 8 لعيبه. ده الحظ الاوسط. لو انت حظك وحش قوي، وده بالنسبه هتلاقي ناس قليله قوي صاحبه الحظ ده، هتكسب 6 لعيبه. المتوسط هتكسب 8 لعيبه. الناس الجامده اللي حظهم كويس هتكسب ما بين ال10 لل12 لاعب من اللعيبه الماكس اللي في اللعبه. يعني رسميا تشكيلتهم هتوصل لاوفر 125 بكل سهوله. فانت اتفائل بالحدث. الحدث جميل، الحدث حلو. فانت مهمتك بس تدخل تلعب المهام اليوميه، تلعب الماتشات اللي عندك في الديفيجن، وتلعب شويه ماتشات كده في الحدث، وخلاص كده يا معلم انت باذن الله هتضمن كل الجوائز اللي انا قلت لك عليها النهارده من داخل اللعبه، من غير بقى مواقع وهاكر والحاجات المعفنه اللي مالهاش لازمه واللي هي اصلا مش حقيقيه والحاجات دي كلها. فبس يا معلم الفيديو كان مليان حسابات. اتمنى منك تقدرني وتنزل تدوس لايك وتشترك معنا هنا في القناه. سلام.